السلام عليكم، مرحبا بكم في حلويات خديجة. في حصة اليوم إن شاء الله نديرو غريبة الكاوكاو بالشوكولات. نجي نشوفو المقادير وطريقة تحضير. بالنسبة للمقادير أحتاج إلى 500 غرام من الفول السوداني محمر في الفرن ومطحون. أحتاج إلى 100 غرام من السكر الخشن، حبتان من البيض، 7 غرام من خميرة الحلويات أو البيكنج باودر، ملعقة صغيرة من الكاكاو بودرة. أحتاج إلى علبة واحدة من دانيت بنكهة الشوكولاتة. أحتاج إلى 300 غرام من السكر البودرة، السكر البودرة الممتاز الذي يكون رطب جدا. في إناء أضع البيض، أضيف السكر ثم أخفقهم جيدا. أضيف الكاكاو البودرة المر، ثم أضيف دانيت بنكهة الشوكولاتة. وأستمر في الخلط. أضيف خميرة الحلويات أو البيكنج باودر. بعد ذلك أضيف الفول السوداني المطحون تدريجيا مع الخلط. بعد خلطت الكل أحصل على خليط يكون خفيف. سأغطيه ببلاستيك غذائي ثم أدخله إلى الثلاجة حتى يتشرب الخليط ويتماسك ويصير قوامه متماسك أكثر من هذا القوام. أتركه تقريبا لمدة ساعة لكي أعرف أن الخليط تماسك. يجب أن ألمسه باليد وألاحظ أن الخليط قد صار متماسك أكثر. بعد أن تماسك الخليط جيدا كما تلاحظون قوامه فقد صار متماسك أكثر. أحتاج إلى غربلة السكر البودرة في إناء يكون أكبر حجما. أحتاج إلى قليل من ماء الزهر أو قليل من الماء. أدهن يدي بماء الزهر أو قليل من الماء، ثم أعمل على صنع كويرات من هذا الخليط ثم أضعها في سكر البودرة. بعد ذلك أفند جيدا الكويرات في السكر البودرة. يجب أن تكون يدي جافة من الماء. عندما تتلبس الكويرات بالسكر البودرة بهذا الشكل، أخذ كويرة واحدة وأضع القليل من السكر البودرة في اليد ثم أمرر عليها كويرات الخليط بهذا الشكل حتى يلتصق جيدا السكر البودرة في الحلوى. بعد ذلك أضعها في صينية مفروشة بورق الطبخ. من الأحسن استعمال ورق الطبخ. أسخن الفرن تقريبا لمدة 10 دقائق وأضعه على 180 درجة. أشعل الفرن من الأسفل ومن الأعلى ثم أدخل الحلوى إلى الفرن. لا يجب أن نبالغ في طهو الحلوى. يجب أن تتشقق الحلوى من الفوق وتبدأ بالإحمرار قليلا. آنذاك أخرجها من الفرن. ووقت الطهو غير محدد. يجب أن ندخل الغريبة مع المراقبة حتى يصير شكلها بهذا الشكل. وهذا هو شكلها بعد أن خرجتها من الفرن.
غريبة أو حلوى لذيذة. أتمنى أن تنال إعجابكم. إذا عجبتكم حصة اليوم لا تنسوا الضغط على زر أعجبني، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. أسفل هذا الفيديو تجدون الوصفة مكتوبة باللغة العربية. إلى الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.